لو فكرت في يوم من الايام تروح تشتري عدسه للكاميرا بتاعتك، هتلاقي نفسك وسط بحر كبير من اسماء وانواع وارقام وحروف كتير، فتبدا تسال نفسك اسئله كتير. يعني ايه الفرق بين كل العدسات دي وايه الفرق بين الارقام دي؟ لانك هتلاقي حاجه اسمها 50 مللي، 85 مللي، 14 و70 مللي، وهتلاقي حاجه اسمها f1.8. فتبدا تسال نفسك هو ايه الحاجات دي كلها؟ وليه في عدسات بالالاف وعدسات تانية ارخص من كده بكتير؟ في الفيديو ده هيكون دليل شامل للعدسات، وهكون حريص فيه ان انت تعرف كل حاجه عن العدسات، سواء اسامي العدسات او انواعها وخصائصها، وامتى استخدم كل عدسه، وامتى اشتري العدسه المناسبه ليا. وكل ده احنا هنتعرف عليه في الفيديو ده، وازاي تختار العدسه الانسب ليك سواء انت مصور فوتوغرافي او فيديو. يعني بعد الفيديو ده انت هتبدا تشوف العدسات بعين تانية مختلفه خالص عن قبل الفيديو، بحيث ان انت بمجرد ما تمسك العدسه هتعرف نوعها وتعرف تقرا الخصائص بتاعتها، وهتفهم انا امتى هستخدم العدسه دي. انا عارف ان طولت معاكم في المقدمه، بس عشان تكون فاهم انت هتتفرج على ايه في الدقايق الجايه. اهلا بيكم، انا محمد حسن. لو انت بتصور فيديوهات او بتصور فوتو عادي وعايز ترفع مستوى جودة الصورة اللي انت بتطلعها بشكل واضح ومميز، تعال نفهم العدسات بشكل بسيط وسهل. من فترة لما كنت بصور كنت تلاقيني العدسة بتعجبني يا دوبك من شكلها، كنت الاقي شكلها كويس فكنت ببدأ اشتغل بيها واصور وعادي، ولكن ما كنتش فاهم يعني ايه بعد بؤي، يعني ايه فتحة عدسة. هم دول اللي بيكونوا لي الصورة اللي انا هطلعها من الكاميرا بتاعتي. فخلينا نبدأ عشان انت كمان ما تقعش في نفس الغلطة دي وتمسك العدسة على انها يعني شكلها كبير، انت مبسوط ان شكلها كبير على الكاميرا وانك ماسك حاجة ضخمة، ولكن انت مش فاهم ايه استخدامها او ايه الصفات بتاعتها. تعال في البداية نتكلم عن الاساسيات وايه هي الارقام اللي بتبقى موجودة على العدسة. اول حاجه البعد البؤري، تقدر تقول ان هو مجال الرؤيه للعدسه، وده بيتقاس بالمليمتر. فمثلا 16 ملم ده تقدر تقول ان هي زاويه واسعه، بتديك زاويه واسعه للمشهد اللي انت شايفه دلوقتي ده. كده انا بصور على 16 ملم. وعندك 50 ملم وده بتبقى مجال الرؤيه الطبيعيه. وعندك حاجه اسمها 200 ملم وده كده انت عامل زوم لمكان بعيد، وانت بتكتب على العدسه رقم وبعد كده اللي هو اختصار مليمتر. ننتقل النقطة اللي بعد كده وهي فتحة العدسة. فتحة العدسة دي بيكون الرمز بتاعها اف وبعد كده الرقم بتاعها، وكل ما الرقم يصغر كل ما العدسة توسع فيدخل إضاءة أكتر. بمعنى إيه؟ مثلا أنت بتصور على اف 1.8، ده كده رقم صغير، فهتلاقي الرقم الصغير ده فتحة العدسة هتوسع وهنا هيدخلك إضاءة أكتر. لذلك كل ما تزود الرقم ده كل ما فتحة العدسة قلت وأصبح إن نور الضوء للعدسة بقى أقل. وهنا لما بتيجي تشتري العدسة بيبقى مكتوب عليها فتحة العدسة الخاصة بيها، وهنا مش كل العدسات شبه بعض في فتحة العدسة. وهنا عايز اعرفك ان في نوعين من الكاميرات، كاميرات فول فريم وكروب فريم. بس انا جاي اقول لك على معلومه سريعه بس تكون عارفها لحد ما نعمل الفيديو اللي انا بقول لك عليه، وهو ان في الفول فريم بعد البؤري بتاع العدسه بيبقى زي ما هو، ولكن الكروب فريم انت بيبقى ليك نسبه كروب للعدسه اللي بيها بعد البؤري بتاع العدسه اللي انت هتركبه على الكروب فريم بيتغير بنسبه معينه حسب الكاميرا بتاعتك الكروب بتاعها كام. وهنا انا برضو هعمل لك زي ما قلت لك فيديو وهفهمك النقطه دي بكل وضوح. فانت لو محتاج الفيديو ده ممكن تكتب لي في التعليقات بحيث اعرف مدى اهميه ان انا اعمل فيديو. وعايز بعد ما اخلص الكلام ده اعرفك ان في موقع جميل جدا هنستخدمه مع بعض، وهو بيخليك تجرب كل العدسات من كل الماركات اللي انت ممكن تتخيلها، بل كمان ان انت تستخدم العدسه على الكاميرا اللي انت هتختارها. يعني انت بتختار الكاميرا وموديل الكاميرا وبتختار العدسه واسم العدسه وموديل العدسه، وطبعا كده انت هتاخد خصائص العدسه تستخدمها براحتك. وده لسبب ان انت لو مش عندك عدسات وعايز مثلا تجرب او تعرف امكانيات العدسه دي ايه لو انا ركبتها على كاميرا معينه. تعالوا بقى دلوقتي اكلمكم عن انواع العدسات ووظائفها مع ذكر مثال لكل نوع عدسه. عندي اول حاجه وهي الوايد او الترا وايد، دي ممتازه للمناظر الطبيعيه، اللي هو انت بتصور مناظر طبيعيه او لقطات داخليه او لو عايز مشاهد كبيره. والمثال على النوع ده ال10 35 ملم. هتلاحظ ان انا قلت رقمين، استنى شويه وهتلاقي ايه الفرق بين العدسه اللي هي رقم واحد او رقمين. تاني نوع عندي هو الستاندرد او النورمال، وده بيبقى الاقرب للعين اللي بتشوفه، وده مناسب طبعا للفلوجات اللي انت بتصورها او البورتريه العادي. والمثال للنوع ده
وهو ال 35 50 ملم. عندي نوع تالت وهو البورتريت او الشورت تيل، ودي بتبقى الافضل للبورتريه. يعني انت لما بتيجي تصور بورتريه دي اللي بتخليك من تحت وانت بتصور يعني، وده مثال عليها اللي هي ال 85 50 ملم. وعندي نوع رابع وهو التيليفوتو، ودي ممتازه للعزل وان انت تعمل زوم وتكبر يعني مشاهد هي بعيده عليك، اللي هو تصور مشاهد قريبه من بعيد. ودي برضه بيستخدموها في اللي هي السبورت الرياضه عموما، والمثال على النوع ده ال 70 200 ملم. عندي نوع خامس وهو الماكرو. الماكرو ده بتبقى خاصه باللقطات القريبه جدا، اللي هو انت عندك حاجه وعايز تجيب التفاصيل بتاعتها، وهو انت عندك يعني منتج مثلا قريب وعايز تجيب التفاصيل بتاعته بكل وضوح، يعني زي منتجات بقى حشرات، لان في ناس بتحب تصور الطبيعه وهكذا. والمثال ده اللي هي ال 90 105 ملم بس ماكرو، لان انت عندك العدسه بيبقى مكتوب عليها ان هي ماكرو. والنوع السادس وهو الاخير وهو نوع سبيشالتي، يا رب اكون نطقتهم صح. والنوع ده بيبقى يعني اقدر اقول لك ان هو بيستخدموه كستايل، يعني العدسه دي بتبقى عباره عن ستايل بتصور بيه، لان هي بتديك منظر درامي كده للمشهد. واقرب مثال ال 8 16 مللي. ننتقل للجزئيه اللي قبل الاخيره من الفيديو، وهي انك بتسمع في العدسات حاجه اسمها برايم وحاجه اسمها زوم. وايه الفرق بينهم؟ عندك العدسات البرايم دي اللي هي بتكون ثابته البعد البؤري، بمعنى ان البعد البؤري بتاعها بيكون ثابت، زي مثلا 35 او 85 او 50. هنا هتلاحظ ان انا ذكرت رقم واحد بس للبعد البؤري، وهنا انت ما فيش امكانيه تعمل زوم من العدسه، ولكن بتعمل زوم عن طريق ان انت اللي بتتحرك، سواء هتتقدم او ترجع لورا حسب اللي انت عايز تصوره. والعدسات البرايم دي بتكون خفيفه نسبيا وحجمها صغير عكس عدسات الزوم. والمميز في عدسات البرايم ان صورتها بتكون نقيه، يعني بيكون الشاربنس بتاعها عالي وجودتها افضل من حيث التفاصيل. وهنا عدسات البرايم بتكون فتحه العدسه بتاعتها واسعه، يعني تقدر تقول f 1.8 او f 1.4. تمام. ده بيترتب عليه ايه؟ ده بيسمح لك ان انت يكون عندك عزل الخلفيه، وهنا بيكون ادائها ممتاز جدا في الاضاءات الضعيفه. ده بالنسبه للعدسات البرايم. تعالوا ننتقل للنوع الثاني من العدسات وهو الزوم لينز. وده من اسمه ان البعد البؤري بتاعه متغير، يعني بيبقى بين رقمين. مثال عندك ال 24 700 او ال 70 200. هنا هتلاحظ ان انا ذكرت بعدين مش بعد واحد. انا عندي ان انا اقدر انتقل من البعد البؤري الاولاني للثاني، بحيث ان انا اقدر اعمل زوم ان او زوم اوت وانا ثابت في مكاني، يعني اقرب او ابعد المشهد بتاعي من غير ما اتحرك من مكاني. ودي مناسبه جدا طبعا لتصوير الرياضه والمناسبات والسفر، لان انت ممكن تبقى مكانك وتبدا تصور الحاجات دي كلها يعني. وهنا بتكون اتقل واكبر في الحجم بالنسبه للبرايم طبعا، عشان ان هي زوم فبتبقى ليها اكتر من بعد بؤري. وهنا فتحه العدسه ما بتكونش دايما واسعه زي البرايم، فتحات العدسه كلها واسعه زي ما اتكلمنا، لكن هي في الزوم عادي تقدر تلاقي f 2.8 او f 4. تعالوا بقى نتكلم بالنسبه لفتحه العدسه وتاثيرها على الصوره. احنا هنا عندنا نوعين من فتحات العدسه، سواء فتحه عدسه واسعه او فتحه عدسه ضيقه. فتحه عدسه واسعه زي ايه؟ زي مثلا هقول لك f 1.4 او f 2.8. دي فتحه عدسه واسعه، بمعنى زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو، الرقم اللي جنب الاف ده كل ما قللنا رقم كل ما فتحه العدسه بقت عندي اوسع، وكل ما رقم زاد كل ما فتحه العدسه عندي اتضيقت. وهنا في الفتحات الواسعه طبعا من مسمى واسعه فهتدخل لك اضاءه كتير للكاميرا، فهنا هتلاقي الفتحات الواسعه دي مناسبه ليك في تصوير الظلام، او بمعنى تاني اللي هو انت هتصور بالليل فهتلاقي ان الفتحه الواسعه دي بتخدمها. زائد ان هي بتديك عزل الخلفيه جميل جدا، بالاضافه ان هي بتديك عمق ضيق للكادر بتاعك وبيبقى فيها عزل، وبتكون الخلفيه معزوله بشكل جميل جدا. طب بالنسبه لفتحه ضيقه دي زي اف 8 او هتلاقي مضاعفات ليها، فهنا هتلاحظ ان عند رقم زاد فاصبح ان فتحه العدسه ضيقه، وهنا هيبقى عمق الميدان اكبر عكس فتحه العدسه الواسعه. وهنا هيبقى كل حاجه عندك فوكس من قدام لورا، مش هيكون في عزل زي فتحه العدسه الواسعه. وهنا عشان فتحه العدسه ضيقه فبتقلل الضوء لداخل الكاميرا، وهنا بتحتاج تخلي ان سرعه الشطر تكون ابطا او انك تعلي الايزو بتاع الكاميرا عشان تعوض تقليل الضوء بتاع العدسه. هنا هقول لك ملخص بسيط لعدسات البرايم والزوم لينز. هنا لو عايز صوره فنيه وجوده كويسه هنا بتنتقل للبرايم للصفات اللي احنا قلناها، ولكن لو عايز تنوع في التصوير
وتكون باينه معاك كده في الشغل، هنا الزوم لينز عشان مش هتحجمك في طريقه الشغل بتاعك. وهنا عرفنا ان مش نوع العدسه بس اللي بيأثر معاك بشكل مباشر على الصوره، ولكن فتحه العدسه ليها عامل كبير برضه. تعالوا نتكلم دلوقتي على المايكات الخاصه بالعدسات ومقارنه عمليه كده بسيطه. هنا في مايكات كبيره واكيد سمعت عنها، ودي اللي منتشره بشكل كبير، وهي زي سوني، كانون، نيكون، وفوجي فيلم، وباناسونيك، وطبعا غيرهم من انواع كاميرات كتير. وان طبعا كل مايكا ليها الماونت الخاص بيها زي الار اف او الاي او الزد وغيرها من ماونت كتير. وهنا في شركات ممتازه جدا، تامرون او سيجما، ودي بيوفروا لك جوده كويسه بسعر تنافسي. ولكن هنا خلي بالك من ملحوظه مهمه جدا، اتاكد من ماونت الكاميرا بتاعتك، لان مش كل العدسات هتركب على كل كاميرا من غير ما احول. طب هنا ازاي تختار العدسه المناسبه ليك في الشغل؟ في البدايه اسال نفسك انت بتصور ايه؟ بورتريه ولا لاندسكيب ولا فيديوهات ولا منتجات؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، الميزانيه بتاعتك ايه؟ حدد الميزانيه بتاعتك. لو الميزانيه ضعيفه ابدا بال 50 مللي اللي هي فتحه عدسه 1.8 او عدسه كيت واسعه، ودي غالبا ساعات في كاميرات بتيجي بيها. لكن لو انت باصص للاحتراف فكر في عدسات ال 24 70 بفتحه عدسه 2.8 او ال 70 200 بفتحه عدسه 2.8 نفس النظام. طبعا انا مش بقول لك موديل بعينه لان الموديلات الاسعار بتاعتها بتتغير، ولكن المبدا هو الاهم. تالت سؤال هو لو انت بتصور فيديو استخدم العدسات اللي فيها اي اس اللي هو ستابلايزيشن، او لو ما فيش الامكانيه دي تقدر تستخدم جيمبل. رابع نقطه والاخيره، لو انت مبتدئ ومش معاك عدسات الا اللي انت جبتها مع الكاميرا او اشتريت عدسه، اشتغل بيهم وركز على التكوين والاضاءه وصدقني هتطلع نتائج خرافيه. في النهايه دلوقتي انا في بدايه الفيديو وعدتكم ان في موقع جميل جدا وهيفيدكم بشكل كبير وعملي، وهو ان انت تقدر تختار الكاميرا اللي انت عايزها وتختار العدسه اللي انت عايزها بالموديل الخاص بالكاميرا والعدسه. دلوقتي احنا هنجربه مع بعض بحيث انت كمان تقدر قبل ما تشتري العدسه تشوف امكانياتها ايه مع الكاميرا المتوفره معاك. ده الموقع يا شباب اللي انا قلت لكم عليه، وهو اسمه دي او اف سيميوليتور، وانا هكون سايبه لكم في الديسكريبشن. اول ما يفتح الموقع هتضغط على الاي اجري. تمام، هي الواجهه زي ما انتم شايفين سلسه وبسيطه. هنا في الكونفيجريشن انت تختار البيزك ولا الادفانسد، احنا هنختار الادفانسد. في البدايه هنا هتلاقي انت عايز تختار الموديل ايه. شوف الموديل اللي انت عايزه، عندك كذا موديل بالشكل ده كده، هي كتجربه يعني. وهنا بتختار الباك جراوند عايزها ايه، في هنا كذا باك جراوند. وهنا نوع التصوير عايزه بورتريه ولا لاندسكيب. تعالى بقى في المهم، واحنا هنا هنختار انت عايز هنا سنسور سايز ولا كاميرا موديل. يعني انت عايز تختار سنسور اللي هتشتغل عليه ولا الكاميرا. احنا هنختار الكاميرا. هنا ممكن تفعل وضعيه اللي هي 16:9 اللي هي الخاصه بالاتش دي. هنا هنختار مثلا النوع بتاع الكاميرا. انت عايز تختار اي كاميرا من دول، طبعا انت عندك كل الكاميرات زي ما انت عايز. ممكن نختار كانون كمثال، وهنا الموديل هنختار 80 دي على سبيل المثال يعني. هنا في اللينس عايز تختار نوع عدسه ايه. طبعا انت تقدر تختار العدسات اللي انت عايزها، احنا نخليها كانون نفس النظام. وهنا اللينس انت عايزه كام. على سبيل المثال هنختار الاي اف 1635 بفتحه عدسه 2.8. بص هنا بقى كده، اول حاجه هتلاقي عدد البعد بتاع الكاميرا وفتحه العدسه. احنا هنختار مثلا زي ما انت شايف كده، عايز تخلي بعد الكاميرا قد ايه. طبعا احنا اخترنا من 16 ل 35. ممكن نخلي الزوم على 23. لاحظ كده ان انا كل ما ازود الرقم كل ما حدة الصورة تبان والفوكس يعني ما يبقاش فيه فوكس. فلو خليناه على اقل حاجة لاحظ كده ان فيه فوكس ورا او البلو، يعني الخلفيه بقت عندي فيها ضبابيه شويه. لو نزلنا تحت شويه كده تلاقي ان انت تقدر تتحكم بايدك بعد الموديل وبعد الخلفيه بالشكل ده كده، وبعد يعني الكاميرا او اللي ماسك الكاميرا عموما يعني. فانت هنا مثلا انا هقرب مثلا الكاميرا للموديل بالشكل ده كده، وهقرب الخلفيه زي ما انت شايف. ممكن نبعدها بالشكل ده كده اهو ونقرب الموديل. هنا في الجزء بتاع سيف سيتنج في نتيجه، يعني انت تقدر ان انت ايه تغيرها او تضيف نتيجه جديده. لاحظ كده لما انا ضغطت اد هو كتب لي البيانات اللي انا ايه اشتغلت عليها، اللي هي نوع الكاميرا اهو، الموديل بتاع الكاميرا، البعد، فتحه العدسه، بعد الموديل. لو اخترنا كده ده كده حاجه محفوظه، لو ضغطنا عليها لاحظ ان هو غير لي السيميوليتور بتاع الشخصيه. وهنا اكيد انت اللي هتجرب بنفسك، والابداع ده عندك انت بحيث تجرب كل العدسات وكل الكاميرات اللي انت محتاجها. دوري هو ان انا كنت بعرفك على الموقع وازاي تتعامل عليه. في نهايه الفيديو لو اتعلمت حاجه جديده النهارده من الفيديو اكتب لي في التعليقات ايه العدسه اللي انت نفسك تجربها وايه النقطه اللي انت ما كنتش عارفها وعرفتها بعد الفيديو.
اتمنى تكون الحلقه مبسطه وعجبتكم، ومستني اراءكم عن الحلقه عموما، واشوفكم على خير في فيديو جديد.